معطيات تفصيلية في جميع هذه الاتفاقيات الخاصة وفقط اللجنة عليها ونصوص الخدمات التحولية كما يلي. المحور الأول إحداث وسط جهوي لتنمية الكفاءات وتسهيل سوق الشغل. أهداف المشروع دخول هذه الاتفاقية في إطار إحداث مؤسسة على المستوى الجهوي تسير على جميع المعطيات التي تولد آليات اشتغال سوق الشغل ورصد كافة البرامج والمشاريع التربوية الموجهة للتشغيل وتوفير قاعدة المعطيات حول فرص الشغل في الشركات والمقاولات المستقلة بجرم الجهة ونشر هذا المشروع التي تدفع كفاءات الإدماج في سوق الشغل سيتم تفعيلها في إطار اتفاقيات خاصة مع مجموعة أخرى من المؤسسات المعنية الأطراف المساهمة مجلس الجهة وزارة الإنتاج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ولاية الجهة مركز الجهة للاستثمار جامعة الأخوة. مساهمة الجهة تكلفة إجمالية 50 مليون درهم. وافق السيدات والسادة أعضاء اللجنة بالإجماع على مشروع الاتفاقية الأخذ بعين الاعتبار مقترحين تاليين: خلق قنوات التواصل بين المركز الوطني والمرصد الجهوي لتنمية الكفاءات وتأهيل سوق الشغل باستفادة الخبرات ذات الرقمات في هذا المجال، وأيضا من أجل تبادل المعلومات والمعطيات حول سوق الشغل بالجهة. ثانيا التنسيق مع مستهدف الفائده الماليه على مستوى سوق الشغل بالجهه، خاصه الوكاله الوطنيه لرعايه التشغيل والكفاءات والمندوبيه الساميه للتخطيط ووكاله التنميه الاجتماعيه باشراكهم قبل الجامعه في كافه المشروعات. المشروع الثاني احداث كليه طب الاسنان بمكناس، احداث المدرسه الوطنيه العليا للتدبير الرياضي بمكناس، احداث المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير بمكناس. اهداف المشروع تدخل مشاريع اتفاقيات التعاون والاشراك والتدبير الخاصه بهذه المشاريع في اطار استكمال برنامج تعزيز البنيه التحتيه الجامعيه بالجهه، حيث صدق المجلس في دورته السابقه عن مجموعه من الاتفاقيات التي تدخل في هذا الاطار والتي تهدف الى تحسين وتطوير العاصمه الجامعيه بالجهه، تقريب المؤسسات الجامعيه من الكهرباء، تعزيز البنايات التحتيه الجامعيه بالجهه، تجميد الاداء الجامعي بخلق مسالك ملائمه مع متطلبات المجال الرياضي. الاطراف المشاركه: مجلس الجهه، وزاره التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، جامعه بني سويف، صندوق الاداره والتدبير كمؤسسه مكلفه بالاشراف والمساعده. فيما يخص احداث كليه طب الاسنان بالمكناس، مساهمه الجهه 226 مليون درهم، التكلفه الاجماليه 76 مليون درهم. فيما يخص المدرسه الوطنيه العليا للتدبير الرياضي بالمكناس، التكلفه الاجماليه تقدر ب 80 مليون درهم. اما بالنسبه للمدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير بالمكناس فالتكلفه الاجماليه تقدر ب 70 مليون درهم وساهمه الجهه 60 مليون درهم. وافق السيدات والساده اعضاء اللجنه بالاجماع على مجال الاتفاقيات. المشروع الثالث برنامج احداث وتهيئه وتجهيز مؤسسات المراكز التعليميه ودعم الانشطه الموازيه بالجهه. نرجو مشروع هذه الاتفاقيات في اطار تنفيذ خلال الطريقه 2022 تنزيل برنامج اعاده هذه التطوير والتسجيلات المعياريه للمنظومات التربويه، ذلك لتحقيق الاهداف التاليه: اولا المساهمه في تحقيق حد النهضه المدرسي، ثانيا المساهمه في تاسيس الفضاءات الملائمه للتمركز وتسويقها بالتجهيزات الضروريه، ثالثا المساهمه في تسعير المراكز التربويه والتكوين القادمه، رابعا المساهمه في تطوير انشطه التكاتف والانفتاح. اطراف المشروع: مجلس الجهه ووزاره التربيه والتنميه والتعليم الاولي والرياضه، ثالثا الاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين. التكلفه الاجماليه للمشروع تقدر بمليار 111 مليون درهم، مساهمه الجهات 85.5 مليون درهم. وافق السيدات والساده اعضاء اللجنه بالاجماع على مشروع اتفاقي مع بعض بعين الاعتبار مقترحين تاليين: تسهيل البنيه التحتيه الرياضيه المدرسيه لبالغ المبرمجي، صقل مواهب التدريب وتنميتها في المختلفين الرياضه، تحمل عدد حاملات النقل المدرسي وجعلها من الاولويات لان هذا البرنامج لكونها تعد وسيله اساسيه ومهمه لحد من الهدف المدرسي يصب بالتلميذات والتلاميذ في السلكين الاعدادي والثانوي، وتعرض مشاريع الاتفاقيات على اعضاء مجلس الدراسه والمصادقه. شكرا سيدة الرئيس على تقديم الاتفاقيات التي تمت مناقشتها وتدارسها بين اللجنة التي ترأسونها، ونفتح الآن لائحة المناقشة ديال هذا الابتسام. السيدة فاتحة، السي يوسف، أخت أمينة، السيدة أمينة، السي تقلي. أنا فاجأت، أنا تفاجأت شفت ما طلبتيش الكلمة. لا ما يعيش ما دابا راك حداه نتفاجئ. إذن عندنا كذلك مرة أخرى 5 المتدخلين في هذا
اتفاقيات. الكلمة للسيدة المستشارة السيدة ابتسام العراض، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيد الكاتب العام، الأخوات والإخوة مستشاري جهة قسم كناس، موظفي وعضو جهة قسم كناس، المناظر الإعلامية، الطلبة الحاضرين معنا لتنظيم هذا. السيد الرئيس، قبل ما نبدا بغيت نقدم واحد التهنئة بعد الفريق ديالنا تاع القدم الصعود ديال القسم الاول، وهذا يعني مجهود نتاع جميع الفرقاء اللي تقوا فريق النادي الكناسي واللي امنوا بالفريق وامنوا بالصعود ديالو، على راسهم بعد السيد عامل عمالة الكناس اللي قدم كل الدعم للفريق. جهة قسم كناس، السيد الرئيس امنتم بالفريق وقدمتوا له الدعم اللازم. مجلس عمالة الكناس اللي حتى هو يعني ما يمكنناش ما نشكروش على الدعم اللي قدم للفريق ديالنا، وهذا فخر لينا. يعني من بعد 14 سنه تاع التأثر تاع الفريق استطاع هذه السنه هذه انه يصعد للقسم الاول. السيد الرئيس، نبداو جماعه مشوار الصياغه، اسمح لي اعتذر جماعه المشوار. نبداو بالجانب الايجابي. السيد الرئيس، فاش شفنا هذه النقط هذو نستبشروا خيرا. مكناس كانت تنتظر بالفعل برامج تنمويه اللي تزيد بها القدام باش تلقاو مجلس جهه فاس مكناس يعني بداتي يعطي واحد العنايه لهذه المدينه هذه. اولا تنرحب بعدا، سمحوا لي الاخوان والاخوات بكم في مدينه مكناس. مدينه مكناس اللي تنتخاصم معكم المعاناه ديالها. حنا في جهه فاس مكناس يعني بالنسبه لنا راه دو بول، فاس ومكناس. بالله عليكم فاش كنتو داخلين لهذه المدينه هذو، واش هذه هي مدينه مكناس اللي كنتو كتوقعوها؟ كاينين الاخوان اللي زاروها وكاين الاخوان يمكن اللي اول مره تيزورونا في مدينه مكناس. مدينه مكناس اللي عليها 20 سنه المدن تيزيدوا لقدام هي كترجع للور. مدينه مكناس اللي كانت رائده، مدينه مكناس اللي كنا باش تنسمعوا مدينه مكناس بصح يضرب لها 1000 حساب. مدينه مكناس تنشوفوا المداخل ديالها تجدني القلب. مدينه مكناس اللي مازال ما عرفتش كيفاش نقول، يعني راكم شفتوها وانتم غادي تستطيعوا انكم تفهموا واش هادشي اللي كنتو تتوقعوه فاش تدخلوا لهذه المدينه هذه وغادي تلقاوه. مدينه مكناس في حاجه ماسه لمثل هذه المشاريع اللي جانا بها مجلس جهه فاس مكناس. مدينه مكناس محتاجه الملعب كره القدم يليق بهذه المدينه هذه. حنا غادي نحتضنوا المونديال في 2030. مدينه مكناس ما تتوفرش على ملعب. مدينه بالحجم وبالقيمه وبالتاريخ نتاع مدينه مكناس ما عندهاش ملعب. مدينه ما عندهاش مسبح اولاد للجميع. الاخوه المستشارين منهم السي رؤوف السي الزين يعني قالوش تاريخ مدينه مكناس في السباحه، في رياضه السباحه. مدينه مكناس ما عندهاش ملعب اولاد. مدينه مكناس حتى لي بيسين ديالها مسدودين. فين يمشيو الناس ساكنه بمدينه مكناس، الاطفال بمدينه مكناس، الشباب بمدينه مكناس ما تيلقاوش فين يمشيو في هذا الصيف هذا. وكلشي تيعرف الحراره اللي تتعرفها مدينه مكناس، يعني فاس مكناس راه كلشي تيعرف الحراره اللي تتكون في فصل الصيف. ما عندهاش مسابح. مدينه مكناس ما عندهاش مسرح كبير. مدينه المولى اسماعيل ما تتوفرش على بلوتو مسرح كبير. مدينه مكناس ما عندهاش قاعه مؤتمرات. مدينه مكناس المداخل ديالها ما تيشرفوش التاريخ ديالها. سافغي بزاف من تكال في الجانب الايجابي بلوتو سيبي، ولكن بويسكو يعني فاش نلقاو هاد الثلاثه نتاع المشاريع الاتفاقيات الخاصه اللي مذكوره كانت مكناس، منها كليه طب الاسنان مكناس، المدرسه الوطنيه العليا للتدبير الرياضي مكناس، المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير مكناس، ما يمكننا غير نكونوا ايجابيين ونستبشروا خيرا ونشكروا مجلس جهه فاس مكناس. وتنتمنى بان جميع المجالس وجميع الفرقاء يديروا يد في يد ويحاولوا يخرجوا هذه المدينه هذه اللي غادي نقدر نقول من الظلمات غير شويه النور. شكرا السيد الرئيس. شكرا السيده ابتسام. نمر الى السيده فاتحه، تفضلي فاتحه. يلا كناس. سيد الرئيس، بحكم انني مستشاره جهويه بمؤسسه مكناس
ولكن أمثل إقليم مكناس، وهاد الناس هما اللي ساعدوني وخلوني مستشارة جهوية بجهة فاس مكناس. فيما يخص كلية الطب الأسنان والمدرسة الوطنية العليا للتدريب الرياضي وإحداث المدرسة الوطنية للتجارة والسير بمكناس، حقيقة كنوجدوا هنا هذه المشاريع كلها مشاريع مهيكلة، لأن هنا مكناس غتاخذ حقها من ناحية ديال قطاع الرياضة والاقتصاد المعرفي اللي كنعرفوا أصلا فيها جامعات. ولكن السيد الرئيس أنا متخوفة من نقطة واحدة اللي فيما يخص هذه المشاريع، واللي هذه النقطة كتكون سبب في تعطل يعني واحد العدد من المشاريع، ألا وهو الوعاء العقاري. وأنا ما بغيتش شي مشروع من هذو اللي كنناقشوا اليوم في مكناس ونخرجوا الساكنة بأننا غادي نبدل هذه المشاريع وفي واحد الوقت غادي نقدروا نلقاو شي مشروع ما خارج الوجود. يعني حنا جالسين كنصادقوا، ولكن يقدر يفلت لنا شي مشروع من هذو اللي غنلقاو فيه مشكل في الوعاء العقاري. أنا أنتمي إلى هذه اللجنة اللي دابا كنهضر عليها، ولكن أنا نقطة اللي خلعتني هي فاش تكلمت على كلية الطب الأسنان. كان جواب السيد المكلف على الوعاء العقاري متدبر، قال لك لو يستجيب كاين مشكل غتكون حتى الانصار حتى الكليه ديال المنى اسماعيل عطاني، ولكن كان هذه كليه الطب يعني هو براسو حقيقه باقي الوعاء العقاري ما عندوش ضمان. وحنا السيد الرئيس ما بغيناش نصادقوا ونناقشوا النقاط وفي الاخير ما تخرجش الوجود. الله يجازيك بخير. انا كنقول انا يا ريت كان رئيس الجامعه هو اليوم حاضر ديال مكناس، وباقي المسؤولين على مدينه مكناس يكونوا حاضرين، لان كنشوفوا المولاي اسماعيل يعني جامعه المولاي اسماعيل هي اللي مكلفه بالوعاء العقاري. انا كنقول هذا الوعاء العقاري ما تكلفش به غير جامعه المولاي اسماعيل، يعني تخص الاطراف كلها تجند وراء هذه المشاريع باش ما تضيعش مدينه مكناس، لان الكليه بوحدها باش تنجز هذه ثلاث المشاريع والوعاء العقاري ديالهم انا كنقول صعب. وانا كنقول يا ريت نكون خطا، يا ريت نكون التوقع ديالي خطا في هذه المشاريع انها الوعاء العقاري يكون واجد. لهذا السيد الرئيس حنا كنطلبوا منك انت اولا ومن السيد الوالي والسيد العامل والسيد رئيس الجامعه وكل الموجودين بجامعه مكناس انهم ما يخليوش المساله غير جامعه المولاي اسماعيل انها ترافع على الوعاء العقاري. انا كنقول لكم حتى انتم مسؤولون على الوعاء العقاري انكم توجدوا هذه المشاريع ديال مدينه مكناس. وشكرا للسيد الرئيس على هذه المجهودات الجباره، لان خرجت هذه المشاريع على الناس اللي كتمنى ان تخرج حقيقه وليست حبرا على ورق. السلام عليكم. شكرا سي فاتحه. كلمات سي يوسف. تفضلوا سي يوسف. شكرا سيد الرئيس. حضرات السيدات والساده، السيد الرئيس اليوم المجلس حقيقه يناقش بشكل جدي وراقي جدا طموحات ساكنه جهه فاس مكناس. ما زال الحنين الى مكناس تفيدت. هذه الطموحات السيد الرئيس اليوم تتلخص في مجموعه من المجالات مقدمتها. احييكم السيد الرئيس على هذه النقطه المتعلقه بالتشغيل. تشغيل السيد الرئيس وما ادراك ما معضله التشغيل بات يؤرق الجميع. التشغيل هو محاربه الفقر، التشغيل هو تحقيق انسنه سلوك الافراد والجماعات وتحقيق امنها الغذائي وامنها الروحي واستقرارها. تشغيل السيد الرئيس هو محاربه الاجرام والتطرف، هو بناء رجل الغد وامراه الغد ومن نعول عليهم من الجيل الصاعد بالمملكه. سيد الرئيس هنا انا اضع سؤال في غايه من الاهميه وطالما طرحته باستمرار في مجموعه من المحافل وعلى مجموعه من المسؤولين. سبق لمجلس الجهه ان صادق على احداث وانجاز المنطقه الصناعيه بوسلان. الى اين وصل هذا المجلس؟ رصد ورفع حتى من نسبه مشاركته الماليه في انجاز هذه المنطقه الصناعيه بوسلان. واش كتعرفوا السيد الرئيس بان منطقه الاسلام الكثافه السكانيه المتزايده المهوله يوما بعد يوم راه كتخلع وما كاينش فيها باستثناء معمل واحد ولا فرج ولكن لا يشغل. انتم كتعرفوا اليوم لي سوسيتي دانتيغين، ولكن
حنا كمدينه ويسلان كنا كنتطلعوا الى اخراج هذه المنطقه الصناعيه للوجود اللي كانت من عهود سابقه ديال المجالس السابقه. هذا علاش انا تكلمت السيد الرئيس في التدخل ديالي الاول على اليه تتبع المشاريع اللي الجهه كتصادق عليها وكتساهم فيها في انجازها واحداثها بمبالغ مهمه. السيد الرئيس امون والحكومه اليوم كلها الحمد لله بامكانك تتصل بهم كرئيس جهه، وبامكاننا من جماعه الاسلام اننا كذلك نكونوا معك في الطرح هذا ونخرجوا هذا الوجود في اسرع وقت، لان حدود علمي كمنتخب بالمنطقه حدود علمي على ان الامر متوقف عند شركه العمران. والصراحه هذه الشركه اصبحت كتشكل معضله لينا في ويسلان مجموعه المشاريع، واحيانا كتبرم معنا اتفاقيات وكتلتزم ببعض الالتزامات اللي كتقوم بها وما كتوفيش بكل صراحه، وهذا كيجعل السمعه ديالها على المحك. السيد الرئيس، النقطه الثانيه المتعلقه بكليه الطب. كعضو سابق بالمجلس الاعلى للتربيه والتكوين والبحث العلمي، اسمح لي السيد الرئيس نقول لكم بانه سبق مع السيد كاتب الدوله في التعليم العالي انذاك ان تم التطرق الى هذا الموضوع، وكنت فاتت فيه السيد العامل، والسيد العامل بهذا المنبر تنشكره لانه فاتح الباب ديالو دائما وتيسعى دائما الى اخراج مثل هذه المشاريع للوجود ويشجع البحث العلمي. السيد الرئيس، كان هناك التفكير حول الوعاء العقاري الذي يحتوي عليه مستشفى القبيبات نظرا للشساعه التي يتوفر عليه، ولكن اعتقد على ان هناك ربما ايادي اخرى تسعى الى منع اقامه مثل هذا الورش العلمي الطبي في ذاك المكان. ولذلك انا اقترح عليكم السيد الرئيس، وسبق وان اقترحته على السيد العامل، انه بويسلان وفي مدخل مدينه ويسلان هناك فندق كان قيد الانجاز والاحداث والبناء والانورش، وهو معروض من طرف الورثه للبيع. فاعتقد السيد الرئيس البحث عن اليه قانونيه من اجل التفاوض باشراك الجامعه طبعا بما انها هي صاحبه الاختصاص الذاتي تابعه لوزاره التعليم العالي. اعتقد على ان الامر ممكن ان يكون يعني سهل الحل. النقطه الاخرى وهي اليونسيجي. السيد الرئيس، حقيقه المسار او التطور التاريخي لموضوع اليونسيجي تيرجع السيد الرئيس للماده دفعت عليها سنه 2016 في اطار المجلس الاعلى للتربيه والتكوين والبحث العلمي، واللي كانت تقررت باش تنجز في ويسلان، ولكن مع الاسف انذاك لم توفر العمران ولم تلتزم العمران بتوفير الوعاء العقاري. وهنا اشد على يد الزميله المستشاره التي اثارت هذه النقطه المتعلقه بمساله ضروره تاكد وضمان توفير الوعاء العقاري قبل المصادقه على مشاريع الاتفاقيات المتعلقه بمثل هذه المشاريع العلميه الضخمه. ولكن حسب علمي كمسؤول في التربيه والتكوين اقول بان الجامعه ورئاسه الجامعه تتوفر على وعاء عقاري هو ما بين الانصام ورئاسه الجامعه من الجهه الخلفيه. ولكن من قبل كانت اليونسيجي تشترط توفر 3 هكتارات على الاقل من اجل السماح ببناء او المصادقه على بناء مدرسه التجاره والتسيير في اي مدينه كيفما كانت. ولكن اعتقد بانه حان الوقت للتفكير، عوض ما نمشيو بالشكل الافقي نمشيو بالشكل العمودي. وكنعتقد بان السيد رئيس الجامعه السابق السي حسن السدير الله يذكره بالخير كان سبق له وقال لي بان ذاك الوعاء اللي موجود تما كافي باش تكون اليونسيجي. والحمد لله انه مبدئيا اليونسيجي راه خدامه وكاين المقر ديالها في كليه الحقوق، واللي كيسيرها بانتيفين يعني هو السي بوعياد عميد كليه الحقوق، واللي هذا المنبر تنشكروه على كل المجهودات اللي كيدير لها كاطار عالي كنفتخروا به بصراحه في مدينه تونس. السيد الرئيس، اعتقد على ان هذه الاتفاقيات اليوم صراحه هي اتفاقيات جديده بكل عنايه وبكل اهتمام،
ويحق لنا كساكنة مكناسية أن نترافع عليها بشكل جيد. وهذه الحرقة التي نتحدث بها جميعا ما هي إلا طيف فقط من غدير من الأمور التي عانينا منها وما زلنا نعاني منها من مشاريع تذكر ولا تنفذ. لا ألوم هنا المجلس له الحمد لله برئاستكم السيد الرئيس الجرأة لكي يطرح مثل هذه المشاريع، وعلى الأقل يقول للساكنة نحن هنا ونستمع لنبضكم، وكذلك نقترح حلولا لمجموعة من المشاكل والمعضلات. السيد الرئيس فيما يتعلق بالنقطة العاشرة، اتفاقية خاصة ببرامج إحداث وتهيئة وتجهيز المؤسسات والمراكز التعليمية ودعم الأنشطة الموازية بالجهة. أنا أعتقد أنه لأول مرة المجلس له الجرأة في يعني دعم هذه المؤسسات التعليمية، وهذا دليل على نضجه الفكري والسياسي وتشبعه كذلك بمبدأ أنه لا مجال لتحقيق التنمية بدون رافعة التعليم وبدون جعل التعليم رافعة أساسية متميزة، لا من حيث البنيات الأساسية ولا من حيث البرامج التي ينبغي أن نشرع في مناقشتها السيد الرئيس، لأنه من حق المجالس المنتخبة أن تناقش المقررات وأن تناقش حتى ما يقترح في المؤسسات الخاصة ضمانا على الأقل لعدم الحياد عن القيم التي تسخر بها المملكة المغربية. وشكرا السيد الرئيس. بزاف كلمات السيدة المستشارة السيدة أمينة، تفضلي عطيها البرادة ولا خير. السلام عليكم السيد الرئيس، السيد الكاتب العام، السادة الحضور كلهم باسمه وصفته. طبعا أنا كنشد يدي مع النواب اللي تكلموا قبل مني، كنقول أنه كناس تستحق المشاريع اللي تحقق لها، وكنتمنى أنها تكون بداية لمشاريع أكبر وبنيوية اللي كتستحق المدينة بحجم مدينة مكناس بالتاريخ ديالها بالكبار ديالها. وكنأكد أن الهم ديال مكناس هو الهم ديال فاس، هو الهم ديال تازا، هو الهم ديال تاونات، هو الهم ديال تصفرو والحاج إلى آخره. كنتكلم على المؤشرات اللي خرجوا مؤخرا على أن الجهة ديال فاس مكناس من الجهات الأفقر على مستوى جهات المغرب، وأكيد السبب هو أنه كتشوف النقطة الأولى ديال المشروع ديال المرصد الجهوي لتنمية الكفاءة والتأهيل لسوق الشغل. يعني نقطة مهمة، مشروع مهم، لكن الشغل فين هو؟ علاش كاين هذا الفقر؟ لأن معدل البطالة في الجهة معدل طالع بزاف، لأن حنايا في الجهة عندنا أكبر عدد الشباب في سن الشغل في المغرب كامل. والشغل يعني ملي كنجيو نقارنوا فرص الشغل مع عدد الشباب اللي موجودين في الجهة كاملة ما كاينش تكافؤ. دونك اللي مهم جدا هو استقطاب مشاريع ديال اللي كتقدم عروض الشغل للشباب في الجهه ككل. ما كنهضرش انا فقط على فاس ولا على مكناس، كنهضر على الجهه كامله، لان ما يصيب اي بلاصه في الجهه ديالنا راه كيصيبنا حنايا كاملين وكيمسنا كاملين، لان كتعرفوا كنتقاسوا بالهجره، كنتقاسوا بزاف ديال المعضلات فاس ولا في مكناس. دونك انا بالنسبه لي خصنا نفكروا، خص يكون مجهود منصب اكثر على جلب استثمارات كباقي، يعني يكون عندنا استثمارات مهمه بحال المناطق الاخرى اللي في المغرب. مثلا حنا عندنا فاس كانت رائده في مجموعه ديال الصناعات، ما تنماتش ديك الصناعات هنايا، بالعكس مشات توطنات في بلاصه اماكن اخرى، وفاس بقات بداك المصانع ديالها الصغيره بحال صناعه البيس، اجزاء السيارات، بحال بزاف ديال الصناعات اللي كانت هي رائده فيها وما بقاتش. دونك خصنا نحاولوا نستقطبوا الاستثمارات، وهذا هو الهم اللي خصو يكون اكبر عندنا في الجهه. وشكرا. السيده امينه، الكلمه للسي سقلي. تفضلوا السي سقلي. شكرا السيد الرئيس. وكعادة في اليوم هذا السيد الرئيس ينبغي ان تسعى اليه المستقبل للاسف الشديد ان يحضر معنا
المنطقه الا يحضرها رئيس جامعه الاخوين. توجه له دعوه رسميه لان هذه مشاريع كبيره تنتكلموا على ملايين الدراهم. نحن شركاء في مشاريع في الواقع ليست من اختصاصنا، وهذا هو الدول ديال 6 مليون راه حتى الاشكال هذا. اليوم الجهات ديال كل شيء، من التعليم الى الصحه الى الطرق الى الشباب الى الرياضه الى يعني اليوم ماشي نحل محل حكومه غائبه، ولكن كاين اليوم هذا سؤال كبير مطروح، واعتقد الدول ديال 6 مليون راه ناقشنا بشيء من العمق هذا الاشكال. دابا النقطه 6 هي تهمنا رئيس جامعه الاخوين، وهذا مقصد جهوي جد مهم. هذا مقصد اقول مقصد جهوي لتنميه الكفاءات وتاهيل لسوق الشغل، وهذا تيهم الطلبه الحاضرين معنا اليوم. هذا المقصد القيمه الماليه ديالو 50 مليون درهم، الاخوين عدسان 32 مليون درهم، وحنا الجهه 18 مليون درهم. اذا فبالتالي وصاحب المشروع هو الجهه. انا اعتقد مثل هذه المشاريع المهمه علينا الا نشجعوها مرتبطه جمع المعطيات وتحقيقها، يعني طرح كل فرص العمل اللي يمكن تكون على مستوى تراث جهه فاس الكناس. النقطه السابعه وهنا راه تقريبا يعني نعود مقاله الزملاء التي سبقني. هذا الشيء كله يرتبط بالاسنان ديال الكناس، هذا موضوع قديم جديد. انا اذكر في سنوات خلت حنا تنتكلموا على ان كليه طب الاسنان العقار ديالها متوفر في الخبيبات في المستشفى مولاي اسماعيل، ضخم كبير اليوم في واحد الحاله يغتالها، والحمد لله الاثارات الموجوده فيه واساسا في جانب الثانويه النهضه التي خفلت الثانويه النهضه في الناس اليوم مسؤوله. انا صافي الناس الساكنه الحمديه نقولوا 90% ديالهم تيقدروا يدرسوا في مدارس الخصوصيه. هذا مشروع كبير. علاش كيحتاج رئيس جامعه الاسلام 346 مليون درهم، الجهه عدسان 120 مليون درهم، 12 مليار 12 مليار. هنا سمحوا لي انا عندي راه كاين اشكال حقيقي بالنسبه هذا ما جاء في التقرير ديال الجهه بالنسبه للمشروع، راه اشار اليه للمشروع، ولكن عندي اقتراح حرفيا لان الاشكال حقيقي بالنسبه لمشروع الاتفاقيه الخاصه المتعلقه بوحدات كليه الاسنان في الناس. اكد السيد الكاتب العام ديال جامعه مولاي اسماعيل انه لم يعد يحظى بالاولويه من لدن جامعه مولاي اسماعيل. كلام خطير هذا. هذا خصو يجي رئيس الجامعه قلنا وجهه نظره في هذا الموضوع، ولا حنا نعبات سمحوني على العقلاء من الساعه العبات. وقد تم التنصير في هذا كلامه في هذا تنحيي الاخوان باداره الاجتهاد اللي تنعرف الكفاءه ديالهم في صياغه التقارير. وقد تم التنسيق في هذا الشان بين رئاسه الجامعه ووزاره التعليم العالي، على اعتبار انه الجامعه لا يتوفر على وعاء عقار مناسب لانجازه، مطالبا في ذات الصدد بضروره تخصيص الاعتماد المالي الذي كان مخصصا له لانجاز مشروع اخر. اللهم هذا واش هذا كلام مسؤول ديال الجامعه؟ واش حنا دوله ولا كل واحد يغرد في سلبيه؟ سيدي الرئيس هذا اليوم خصك تعيط لرئيس الجامعه المكتب ديالو وتذاكر معاه. هذا كلام غير مسؤول غير معقول. ما يمكنش هذا الاتفاق هذا ياك داخل في اطار برنامج العقد البرنامج. هذا السيد وزير التعليم العالي راه موقع
الشعب والشعب الفقر. هادشي علاش كاين اليوم برنامج التنميه الجهويه، وهادشي علاش كينعقد برنامج بين الدوله والجهه، واللي جهه لازم الناس متقدمه فيه كما كانت اول جهه على المستوى الوطني في عهد السي العنصري التي وقعت برنامج التنميه الجهويه. واستمرتوا في هادشي السي العنصري لانه حنا نعطيك الله بان السي العنصري سنه باش يوجد عقد البرنامج بعد المصادقه عليه، ثم تقريبا واحد سنتين تنظن ولا اكثر، سنتين 3 شهور 6 شهور على الاقل وجدتي واحد الخطوط العريضه ديالو. اذا السيد الرئيس هذا كلام انا ادعوك هذا الملتمس ان تستدعي اليوم السيد الرئيس ويا وزير التعليم العالي باش يوضحوا موقفهم من هذا، باش ما نبقاوش نبيعوا الوهم لساكنه الناس ولا جهه الناس ولا هذه الاحلام ديال الساكنه الناس. ما مازال عقل في عهد السيد الكورة الله يرحمه كنا كان واحد يدي عضو المجلس السعادات كان عضو المجلس كنا تنتكلموا على ان ثانويه النهضه العقل ديالها سيخصص لكليه الطب. الاسنان ثمانية طبعا هادشي الدراسه هذا تنحيي وان قدام في ناس تختار الدراسه ديال التدريب الرياضي، وهذا الشيء جد مهم. ملاحظه شويه على كل حال اتجاوزها لان اعتقد ما قلنا كليه الطب لان الماده 15 سيد الرئيس ذاك تخصص لجنه القياده الملائمه ديالها مع الماده 10 هذا تخصص لجنه القياده اللي طرح السيد الوالي والسيد الرئيس 10 تنخليه السيد الوالي مع تقديرنا طبعا السيد الوالي، ولكن هذا مشروعنا يعني مشروع ديال الجميع اذا فبالتالي للملائمه، مع ان هذا مشروع يعني الوزاره يبقى فينونسي كاملا 80 مليون درهم. ملي تنجيو السعود لو سي جي طبعا هذا كان فيه نقاش سابق في دورات سابقه اعتقد المتحد. انا تنسائل يعني تنرجعوا تنتكلموا على كليه الرياضه واحد الوقت في البرنامج السابق في افران، واش هذا صافي انتهى؟ انا اعتقد انتهى مزيان، ما كاينش مزيان مش جديد. اذا هذه عاد تجي الناس ان شاء الله. لو سي جي طبعا هذا عمليا راه كاين الان في الناس هذه السنه الثالثه ديالها ولا السنه الرابعه واعتقد متوفر، وهذا الشيء قالوا الكاتب العام على خلاف ما قاله كليه الطب اشار الى ان التسميه رسمي لا فني. تساءل حول السبب هذا هو اللي تساءل كاع لو مستشار معارضه تساءل سنا معارضه تقول هذا الكلام، تساءل السيد الكاتب العام ديال الجامعه حول سبب اعاده برمجه هذا المشروع من دراسه اللجنه، مع العلم بانه سبق عنه الى اجتماع شهر فبراير السابق وتم الموافقه عليه من طرف السيدات والساده اعضاء اللجنه. اذا هذا ما نتبعش المجريات، رانا وصلنا للنقطه دورة السوق. طبعا المشروع الاخير هذا مشروع اكيد ضخم ديال الاحداث والتنميات المراكز والمؤسسات التعليميه. مزيان نحلو شويه ولكن 1.1 مليار درهم 1.1 مليار شي 1.1 مليار سنتيم. الجهه تساهم فيها تقريبا 400 مليون درهم. اذا نتمناو من المشاريع ولا سيما ما عجبني فيه هو التشكيل الحقيقي تقريبا الحسابات في الواقع المؤسسات التعليميه غياب الرابط الصحيه. وانا اعتقد البناء اليومي المستهدفين 589 مرافق صحيه هذا اليوم هاي الكتب المغرب ديال القرن 21 المحدود المؤسسات التعليميه ما فيهاش فعهد الماضي نتمناو تبارك اليوم الدوله المغرب خاطر يعني خطوات التنميه والتقدم. شكرا سيدي الرئيس. ما طولتش ما طولتش. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة
والسلام على سيد المرسلين. سيد الرئيس، سيد الكاتب العام للشؤون الاجتماعية، أيها الحضور الكريم. سيد الرئيس، أنا كنظن بأن هذه الدورة هي جات في واحد الوقت اللي عمرها ما جات قبلها لسبب كاين. أنا قريت بأن توجيهات ملكية لتسريع وتيرة 48 مشروع وبرنامجات بجهة فاس وكناس. ثم هناك واحد المندوبية السامية للتخطيط أعلنت عن ارتفاع الفقر بمدينة مكناس، وهذه واحد التأشيرة اللي معلن عنها صراحة. إذن لا هوادة مع ما هو لم ينجز ومع عدم تنفيذ هذه التوجيهات الملكية. بالنسبة سيد الرئيس لمدينة مكناس، الحقيقة هي كباقي الأقاليم والمدن في الجهة، ولكن دائما يجب أن نبحث عن الأسباب. الأسباب سيد الرئيس هي أن يكون واحد المكتسب ويحرم منه ذلك الإقليم أو حيت كنزيدو فينا تبان نقطة الماء في البحر. راه الأرضية كتكون هشة، وهذا الشيء الصعب يقضي على ترميم ما تم هدمه. وصراحة تنقولها دائما بأن حنا كيهمنا في تقرير الإدارة من المواطنين كنوجدوا بأن محكمة مكناس حرمت من المحكمة الإدارية والمحكمة التجارية وتم تنقيلها إلى مدينة فاس. إذن هنا المواطن، ولا يخفى عليكم راكم تبارك لقيم صابر ورئيس جمعية المحامين أن بالنسبة للمواطن اللي عنده التجاري والإداري يبان واحد النوع من السرعة، يبان واحد النوع من التتبع. واش المواطن دابا اللي يبغي يدافع على حقوقه هي الأرضية هشة، واش المواطن غادي ياخذ مثلا محامي من فاس يمشي حتى لفاس باش ياخذ محامي، أو ياخذ من مكناس وغتزاد عليه المصاريف ديال تنقل ذلك المحامي، أو يضعف الحقوق ديالو. إذن هذه كلها تساهم في هذه في فقر مدينة مكناس. إذن خاص العدالة الإجرائية. العدالة في الإجراءات كتجي ارتباك تتكون حتى في القوانين. هذا يؤدي إلى مثلا المشاريع القوانين ما كيكونش. أنا سمعت وتنسمع دائما منكم سيد الرئيس بأن التتبع تيكون والصيانة من طرف الوزارة الوصية أو من طرف ماشي من الجهة ماشي من الجمعية. إيوا إلا ما كاينش عندنا حق التتبع. ولكن عاود تفادت وسمعت في الكلمة ديالكم اليوم في المحور الثالث وتيرة الإنجاز عرفت تقدما كبيرا خلال هذه السنة. حنا اللي كنطلبوا سيد الرئيس منكم هو أننا كأعضاء مجلس الجهة كنكونوا فتحنا أيضا على هذا المجال ونعاينوا فتحنا هذا المجال حتى يطمئن قلبنا ومن خلاله تطمئن قلوب الساكنين. إذا بالنسبة لنا سيد الرئيس بأن هذه المسائل صعبة جدا في التطبيق، لأننا أيضا بإيجاد الوعاء العقاري كيكون تجي الجماعة وتيكون اعتداء مادي على عقار. العدالة الإجرائية خاص الإنسان تكون واحد العدالة إجرائية. علاش؟ لأن إذا جيتي تصلح واحد الحاجة وتضر حاجة أخرى هذا لا يسمى إصلاحا، حيت يكون اعتداء مادي ويكون مشروع ولا يتم إنجازه. ولا يخفى عليكم أن المحكمة الإدارية بعد 10 سنوات يمكن إرجاع ذلك العقار إلى صاحبه. إذن هذا الارتباك
في تطبيق القوانين يجب مراعاته السيد الرئيس حتى ويشعر المواطن سواء بمدينة مكناس أو بمدينة فاس وفي جميع الأقاليم بأن هناك عدالة إجرائية. ماشي تجي تنزل على واحد السيد وتجي لا، راه فقرتي ذاك صاحب العقار وفقرتي حتى الناس اللي كينتظروا ذلك الإصلاح لأنه لا يمكن إنجازه. سيد الرئيس، حنا كنلتمسوا اليوم وتنطلبوا منكم باش يكون تتبع الجهه تكون طرف والجهه راه مشكوره، راه ماشي مساله هذا راه كان جديد قديم او لا في المشاريع، لا راه جديد مادام انه لم يطبق. حنا ولاد اليوم خاصنا حنا نطبقوا حتى لا يقال في ولايات اخرى الجديد والقديم، لا جديد سيد الرئيس اللي عنده الشجاعه باش يطبق هذه المشاريع في هذه الولايه هي انه ضروري الوقوف على تلك المشاريع شكرا. في اطار المنهجيه اللي مشينا فيها تفاعل سريع، ولكن انا عندي واحد الملاحظه انها راس كناس الامتياز بدايه مزيانه سعيده وتنشكر باقي المكونات ديال الفلوس سموها الاخوان المتدخلين. لقيت في اللائحه الاولى سي وزي انا كنهضر على التراب ولقيت السي امينه في اللائحه الثانيه، والباقي اخوات والاخوان كلهم من كناس مزيان جيد. ساتفاعل مع ما جئتم بعلم ولن تطرح الموضوع ديال الكناس والمداخل ما تقولوش الله يخليكم، بالعكس ما ينجز اليوم استاذه ابتسام من طرف الجهه امر غير مسبوق، يمكن لي نقولها اليوم امر غير مسبوق. كنشكركم، كنشكر ما قام به الاخوان والاخوات في الولايات السابقه، ولكن كنعتبر بان الناس اليوم ما ينجز بها غير مسبوق. تحدثوا على المداخل النموذجيه واسمحوا لي ما نقدرش نشوفوا من الكاس غير الناس فارغه، نشوفوا الناس مملوءه. فمداخل الكناس اليوم في طور التهيئه وبل الورش ربما مشرف على نهايته، باقي لنا فقط الاناره. راح حتى المارشي راه الاشغال ان شاء الله والتسجيل غيكون بمناسبه عيد العرش المقبل ان شاء الله تعالى بالاتفاق مع السيد العامل. اسمحوا لي هذا المداخل التي كانت تعارض الحقيقه انا كنقولها بانه المدخل الخصوص الغربي لا يليق اطلاقا بمدينه كناس. اليوم هو تيتعالج المسلك الموالي ما بين المدخل الشرقي والمدخل الغربي، انتم شفتوا التهيئه ديالو، هذا هو العمل المتعلق. اما بالنسبه للمدينه الداخل راه كاين اختصاصات تاع الاخوان، راه كاين القانون وكاين الاختصاص اللي ما يمكننا شيء باي حال من الاحوال نتعداه ولا ندوزو، لابد ان نشتغل داخل الاختصاص وداخل القانون. كذلك عندنا مشروع باعاده كذلك التهيئه على الاقل على مستوى الكهرباء، نفكر في المدخل الشرقي ايضا اللي هو يحتاج الى هذا المدخل، اذا هو الوجه الحقيقي. كتجي داخل المدينه من المدخل ديالها كتبغي تشوفها جيده. ومكناس بغيت نقول لكم الاخوان باننا جهتنا تنعجزوا بان الجهه الوحيده اللي ربما فيها جوج المدن امبرياليه اللي هي فاس ومكناس، ربما امر غير متاح. ولهذا العنوان ديال الجهه صحيح اننا تنقول هذا ديما خصنا نبقاو التفكير ديالنا الى المنطق الجهوي واننا نتعاملوا بالمنطق الجهوي بدل الترابي، ولكن اذا بغينا من حين لاخر نزوموا على شي تراب لابد ان نتحدث عن كناس كذلك بقيمتها التاريخيه والحضاريه وضروره ان تكون مسيره للتطور اللي كتعرض بلادنا بصفه عامه، لا هي ولا باقي الاقاليم الاخرى. ما يبذل اليوم الاخوان في الجهات اللي كنديروا اليوم، سمحوا لي نقول لكم بانه مره اخرى بان خصنا نعجزوا بالشيء اللي كنديروا. مع عمرو دار في عدد من المناطق وعدد من الاقاليم وعدد من الدواوير وعدد من الجماعات. صحيح انه لن ناتي حتى في نهايه ولايتنا على جميع الخصائص التي تعرفه المناطق الجهه، ولكن ما نقوم به مساهمه في رفع هذه التحديات يدعو الى الاعتزاز والى مواصله العمل والى مواصله الاجتهاد وبالتعاون مع كل المكونات والشركاء وبتنسيق تام مع السلطات الحكوميه.
أن هذا الإطار العام. فيما يتعلق بالموضوع الألعاب وما إلى ذلك، الحديث قد يطول بنا لو كنت نفصل معكم هذا الشيء. هذه المواضيع اللي ترجو كلها حاضرة عند رئاسة الجهة كما حاضرة عندكم وعند مكونات المجلس، ولكن لا أريد أن أطيل عليكم ولا أريد أن أتحدث معكم بحال المداخل في الملعب ونتحدث عن الكوضي ونتحدث على كذا، فنتقاسم هذا الموضوع، ولكن فيه من المعطيات التي لا يتسع المجال لإطراحها، ولكن بغيت نقول لكم بأنها كلها حاضرة عند مجلس الجهة وعند رئاسة ومكونات المجلس بصفة عامة. فيما يتعلق بموضوع العقار ما طرحتموه، صحيح أن موضوع العقار طرح إشكال في تنفيذ المشاريع بصفة عامة، ماشي عندنا في الجهة ديالنا في المغرب، بل لدى جميع الفاعلين الترابيين. واليوم المعالجة ديالهم ستأتي من خلال النص ومن خلال عقد البرنامج ومن خلال ربما دوريات تفصيلية باش المشاريع تكون تطبق ما دار تصور إلا بعد أن يكون العقار جاهزا مستقبلا، ولكن اليوم ما هو موجود نهضروا فيه وفق الاتفاقيات المعروضة علينا. فيما يتعلق بكلية الطب الأسنان، بغيت نأكد لكم بأن قبيل السيس قليلا أمرين: ملاحظة على ما جاء من طرف الكاتب العام من تصريح أمام اللجنة، ولكن في نفس الوقت قرا واحد الفقرة قال هذا ما متبعش. صحيح ما متبعش. أنا غنقول بالذي حضر اللجنة لم يكن على المستوى المطلوب من حيث التتبع للشراكة التي تجمعنا مع الوزارة المعنية. ومباشرة بعد الجلسة وبعد أن أثير هذا الموضوع بالصيغة المناسبة وقع اتصال من وزير التعليم العالي مع رئاسة الجامعة واتصال مع الجهة يؤكدون استمرارية وضرورة إنجاز جميع المشاريع والقيام بجميع التزاماتهم. أنا أعلم بأن هذا الشيء كيدون كذلك ويصدر عن رئيس المجلس، ما جايبونوش من فراغ، ولهذا أطمئنكم على أن الكلية إن شاء الله ستعرف التوطين في مدينة مكناس وفي العقار المناسب بالتزام من السيد الوزير والسيد رئيس الجامعة، خلافا لما جاء في اللجنة. بغيت نقول لكم أيضا بأن ما تحدثنا فيه اليوم في كثير من القضايا، سمحوا لي راه حنا هنا باش نديروا الخلاصات، ما نعاودوش النقاش الله يجازيكم بخير اللي تم في اللجان، والا هذا راه اجتماع ديال النظر من اجل الاضافه او من اجل الملاحظات ثم المصادقه من عدمها. هذا هو تعتقد هو الدور. اما بالنسبه للتفصيل في جميع القضايا وجميع المشاريع فقد تمت مناقشتها باستفاضه وبما يلزم من توضيحات امام. علاش حضرت معنا 65 ممثل للجهات اللامركزه والشركاء؟ علاش حضرت معنا 130 واحد منكم في مختلف الجهات؟ هذا النقاش راه داز تنعتقد باغلبيه. صحيح ان التواصل سيكون بعد بعضياتنا حنا عاد نعيبوا على الاخرين ما كاينش اي تواصل فيما بينهم، وصيغه التواصل ما عندناش صيغه اخرى على الاخوان من غير البناء مرة أخرى الموجود في مقتضى القانون والنظام الداخلي ديال الجهة اللي هو الرئاسة، المكتب، الفرق، اللجان والآلية التي يتعين أن نشتغل داخلها. فإذا ما طلعنا شي آلية حنا خصها تشتغل ما يبان فيكم. لا عندنا شي آلية أنا ما عارفش، ولكن لا عندنا شي آلية معطلة خصها تشتغل أيضا فيما يتعلق بالتواصل. وما كنا لنتحدث ربما في كثير من الاشياء، كاين البعض اللي يسمع ولكن البعض ما كنا لنتحدث فيه في هذه الدوره لو كانت هذه الاليه كتشتغل بالمطلوب، لاننا نعيب على الاخرين عدم الاشتغال وفق المطلوب. فيما يتعلق بالوعاء العقاري اللي تحدثنا عليه، فيما يتعلق بالموضوع ديال هضرتوا على مستشفيات الطبيبات، بغيت نقول لكم بانه ما تغيبوش بان هذاك العقار كيتنجز عليه اكبر مشروع صحي اليوم تتقوم به الجهه، اللي هو مستشفى التخصصات في مكناس بغلاف مالي ديال 32 مليار و700. علاش ما نقولوش هذا الشيء للساكنه يسمعوه ويعرفوا بانه راه كيدار هذا الشيء وبان هذا عمل وراه تينجز. اسمحوا لي هذا ماشي مشروع لازم تقلبوا على العقار، هو في طور الانجاز اليوم. فيما يتعلق بموضوع الفقر والبطاله
الله يخليكم الاخوان مره اخرى ما نشوفوش في الكاس ولات الفارغه. فالمناطق الصناعيه التي صادقتم عليها وحددتوها منذ بدايه الولايه الى اليوم تجيب عن هذا التساؤل والمساهمه في الجهه. حنا ما يمكنناش نديروا كل شيء، حنا نشارك في تسهيل الشروط للشغل ولتشغيل الشباب ولتأهيله ولتأهيل بصفه عامه بلادنا بجهتنا، ولكن ما يمكنناش نديروا بوحدنا كل شيء. رجعوا للمناطق الصناعيه للذات في جميع المناطق والمناطق ديال الانشطه الاقتصاديه اللي عندنا في جميع الاقاليم. وإسلام الذي تحدثتم عنها السيد الرئيس مشروع مهيكل ومهم وعن وعي ساهمنا فيه ودعمنا اليه ونتتبعه يوميا، وانا اعلم بان اخر اجراء دار فيه هو التعويض ديال الناس ديال على الحقوق الصحيه ديالو من اجل بدايه الاشغال. وقد ساهمت الجهه لغايه الان بما قدره 220 مليون درهم، عفوا 200 مليون درهم، 20 مليون درهم كدفعه اولى وثانيه، واليوم الدفعه الثالثه ستسلم ب10 ملايين درهم خلال هذا الشهر من اجل بدايه الاشغال في هذه المنطقه الصناعيه، لانني اعلم كما تعلمون قيمه تلك المنطقه الصناعيه في فضاء يعتبر مرقدا وبيوتا بالنسبه لمدينه مكناس. ما فيها تشغيل إذا ما درناش هذه المنطقة الصناعية 125,000 ديال الساكنة، والتي نتوقع أن تصل ربما في 10 سنوات المقبلة إلى 200,000. كاين هموم أخرى مرتبطة بها. إلا بغيت نتحدث معكم على وزنها مزيان تعلم الإسلام بأننا عندما كنا في حوار مع السيد وزير النقل عندنا مشكل ديال النقل والربط ما بين وسلان وما بين مكناس اليوم، ما بين وسلان وباقي المناطق، واهتدينا الى ان شاء الله خلق وراه الدراسه بدات ديال ان اغراء ما بين وسلان ومكناس من اجل فك موضوع ديال النقل، لانه عندنا ممر واحد اللي هو شارع الجيش الملكي، واللي ما يمكنش يستوعب العدد ديال السير او الصيغه اللي فيها السير اليوم ولا اللي يمكن يتوجد عليها مستقبلا. اذا هذا الشيء هذا اللي عندكم انا كنتقاسمه معكم كنشكركم عليه، ولكن ربما لو كانت الفرص ديال التواصل اكثر لكان الجواب واضح. فيما يتعلق بالمقصد بغيت نأكد لكم بأن هذا المقصد اللي جاي منه في إطار الاتفاقية بأنه ربما تنفرد به لغاية الآن الجهة ديال فاس مكناس، والضرورة إليه والحاجة إليه والخدمة اللي كتطلب منه لست بحاجة لتوضيحها لأن الموضوع ديالها يعفيني من ذلك. فيما يتعلق تحدثنا على رئيس الجامعة وعلى المشاريع ديال الجهات والمنطقة الصناعية تحدثت عليها، أعتقد بأنني حاولت أن ألامس جميع المواضيع التي أثيرت بشكل أو بآخر خلال المناقشة، وأشكركم مع الأخوات والإخوان على التتبع، وبغيت نأكد مرة أخرى بأنه لولاكم ولولا مساعدتكم ومصادقتكم على كثير من المشاريع ما كنا نراها اليوم تنزل على أرض الواقع. فما نحن بصدده اليوم نأمل أننا في دورات لاحقة نقول لكم راه كيتنزل على أرض الواقع. والمهم كما سبق الحديث مع المستشفى ومع عديد من المناطق الصناعية وعدد من المشاريع الأخرى في مختلف أقاليم الجهة. شكرا لكم، وأمر إلى دعوتكم للتصويت على مشاريع الاتفاقيات المعروضة. أولها مشروع الاتفاقية الخاص بإحداث الوسط الجهوي لتنمية الكفاءة والتسهيل لسوق الشغل. عرضوا هذه الاتفاقية للتصويت. إجماع. شكرا. مشروع الاتفاقية الخاصة بإحداث كلية الطب الأسنان بإمكانات. أعرضوا هذا المشروع للتصويت. إجماع. مشروع الاتفاقية الخاصة لإحداث المدرسة الوطنية العليا للتدريب الرياضي بإمكانات. إجماع. لابد أن نفتح واحد قوسنا إنها مدرسة وطنية عليا، مدرسة وطنية عليا للرياض، صفات كما سبق أن أشرنا إليه في
وش نعم كاين موافقون الموافقون 33 المعارضون لا أحد لا شكون واحد ما كاينش ممتنعون واحد إذا سابق مجلس جهة تناسب الناس على مشاريع اتفاقية والمنهج والإعمال دون قراءتها والتنظيم 6/7/8 بإجماع الحاضرين وعلى الاتفاقية رقم 10 بنفس دول الأعمال بالأغلبية أو بامتناع صوت واحد. شكرا لكم.